في الفيديو ده هنتعلم ازاي نعمل الرصيف 9 و3/4 من افلام هاري بوتر المشهورة جدا. ما تستغربوش من الاسم، المفروض ان هو رصيف سحري وكده. المهم هنتعلم نعمل ازاي الحجارة بشكل واقعي، وكمان العربية وشوية الشنط والحاجات السحرية اللي عليها. وكالعادة هنعملهم بخامات بسيطة وسهلة خالص ومتاحة. اعملوا لنا اشتراك في القناة ويلا نشوف هنعمله ازاي. أهلا بيكم، أنا عبد الحميد وهوايتي صناعة المجسمات الصغيرة والغريبة. اول حاجه بدات بالرسمه بتاعه التصميم، رسمه بسيطه خالص هسيبها لكم تحت بالمقاسات بتاعتها. بعد كده استخدمت حته من الواح الفوم مقاس 23 في 17 سم ونص، عملت منها قطعتين قد بعض. وكمان عملت حته كمان من الفلين الابيض اللي هو السمك حوالي 3 سم. كل دول قد بعض. بعد كده هستخدم المقص وهقطع الجزء اللي هو القرش ده. بعدين هثبت الجزء ده هوسطنه كده على قطعه من الواح الفوم. هسيب تقريبا 3 سم من كل اتجاه، وبعدين هلزقه كده بحتة لزق، واستخدم قلم معلم حواليه. بعد كده بالمشرط هخلي الجزء ده، ولازم يكون المشرط بتاعنا حامي جدا عشان يطفي الفوم بشكل كويس. وكمان هعمل نفس الرسمة على الفلين الأبيض اللي هو السميك، بس مش هقطعها نفسها. هعلم من بره كده نص سنتي حواليها، وبعدين هقطع الجزء اللي هو من بره ده. هتعرفوا ليه بعدين. وبإيدي كده هنضف الأجزاء اللي قطعناها، بتكون مش متماسكة فلازم أنضفها كويس. وطبعا الفلين الأبيض ده بيزروت الدنيا خالص، ملوش طريقة تنضفه غير المكنسة. أي طريقة تانية هتلاقوه موجود ومنتشر في الشقة كلها. بعد كده هشيل الورق اللي بيكون موجود على الواح الفوم. لو حبينا طبعا نرسم فيها او ننحت ما ينفعش خالص الورق ده يكون موجود. هشيل من ناحية واحدة بس اللي هي الناحية اللي هتكون ظاهرة، اما الجزء الخلفي مش مشكلة، عشان ده يكون شكل الأجزاء لما تركب مع بعضها. وزي ما هتلاحظوا كده هتلاقوا الجزء الداخلي لسه عندنا مكشوف. برضه هنحتاج نغطيه بالواح الفوم، عشان كده هيقيس السمك بتاع الفوم ده. وبعد كده هقطع من الواح الفوم التانية الرفيعة حتة بنفس العرض. وهشيل بقى الورق هنا من الناحيتين عشان تكون القطعة معايا مرنة شوية. طبعا في كيرف موجود وانا عاوز الزقها في الكيرف ده. ابدا اجمع القطعة مع بعض بالشمع، وطبعا الشمع هنا ما يكونش سخن لانه هيدوب الفلين والفوم كذلك الاتنين مع بعض. فانا بستخدم مسدس الشمع الصغير ده، درجة حرارته ما بتكونش عالية قوي. بعد كده هنلزق بقى القطعة الداخلية، وعادي لو اتكسرت مننا مفيش مشكلة، عادي بيكملوا بعض القطع. بعد ما خلصت لقيت حتة صغيرة كده باقية، هتضطر ان انا اقطع فوم تاني وحاجة قمة السخافة. المهم هلزق كمان القطعة اللي هي اللي فوق. والمشرط كده لو في أي قطعة زايدة ولا حاجة هقصها. وأخيرا هنلزقهم على القطعة اللي تحت بتاعة الظهر، عشان يكون ده شكل التصميم بتاعنا لحد دلوقتي. بعد كده هستخدم قلم وأبدأ أرسم بقى الشكل اللي أنا عاوزه. هرسم الحجارة، المفروض طبعا نرسم هنا بمسطرة عشان تبقى الخطوط متساوية، لكن أنا بحب أرسم بإيدي. وعموما إحنا بنعمل يعني حجارة قديمة في حيطة قديمة يعني، فمش لازم تكون كلها بنفس الحجم. رسمت لحد الارتفاع بتاع العمود بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده عند الكيرف هاخد 3 كيرفات بنفس الشكل ده. وطبعا اللي بعمله في ناحية بعمله في الناحية المقابلة ليها. بعدين هخطط بقى الحجارة نفسها بخطوط عمودية على الخطوط اللي فاتت. مفيش حاجة هنا هتتشرح، مجرد بس تعملوا زي ما أنا بعمل كده. وعلى ما نكمل تخطيط يا ريت تنزلوا تعملوا لايك للفيديو، هيفرق معايا كتير جدا وهيفرق في انتشار القناة. الحجارة بقى اللي تحت برضه هعمل خطوط كده بحيث إن هي تكون متداخلة مع بعضها. حاجة كده يعني عشوائية ومنظمة في نفس الوقت. ده هيكون الشكل بتاعنا. بعد كده هستخدم الكرافت نايف دي، حاجة زي المشرط بس دي مسكتها أسهل شوية عشان في عندي زوايا. نقدر نستخدم المشرط العادي. بعد كده همشي على الخطوط دي، وطبعا هنا ما بقطعش بشكل عميق، أنا مجرد بس بقطع يعني سمك بسيط خالص. مجرد إني بفتح الفوم. همشي على كل الخطوط اللي عملناها. بعد كده عشان أوسع الفتحات دي وأعمقها شوية هستخدم سن قلم رصاص ما يكونش مبري كويس. وأبدأ أضغط بيه بقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده عشان نعمق الشقوق دي. أعمل كده برضو في كل مكان. ولو القلم الرصاص ما كانش كافي إنه يوسع الشقوق دي هستخدم المشرط وأبدأ إن أنا أقطع حتت صغيرة كده في الطرف بتاع كل طوبة، عشان التأثير يكون واضح بالنسبة لي.
هنكمل بنفس الطريقة، وهنا أنا باعيد عليكم اللقطات من زوايا تانية عشان التكنيك ده مهم أوي في صناعة الديوراما والمجسمات بشكل عام، إن أنتم تقدروا تعملوا الحجارة بأكتر من خامة. كل فترة إن شاء الله أعملها لكم بخامة مختلفة. ده هيكون الشكل النهائي اللي وصلنا له. بعد كده كمان قطعت حتة من الفوم على قد الرسمة اللي فوق دي، هاعملها على أساس إن هي حتة حجارة بارزة يعني من الحيطة، هالزقها بالشمع. وكمان هاستخدم حتة من الألومنيوم فويل، ورق الألومنيوم، ضغطتها على بعضها. طبعا أنا بضغط بيها هنا عشان تعمل لي الشكل اللي انتوا شايفينه ده، بتعمل لي تعريج كده وشقوق في الحجارة عشان تدي لها ملمس أكتر واقعية. هعمل بيها كل الأماكن. بعدين هبدأ ألون بيه لون أكريليك رمادي مضاف عليه غرابة أبيض، وهستخدم الفرشة دي شكلها مضحك أوي. أنا كنت استخدمت الإيد بتاعتها قبل كده في مشروع، اكتشفت إن الفرش اللي عندي كلها تقريبا الألوان نشفت عليها وبايظة. لو عاوزين نعمل لكم فيديو إزاي بنضفها في البيت بخامات متاحة خالص في البيت قولوا لي وأعمله لكم إن شاء الله. هلون كل حاجة الطبقة الأولى، وبعد ما تنشف هستخدم لونين من البني، بني غامق ولون بني أفتح منه بكتير يعني. باللون الغامق هلون لحد الارتفاع بتاع العمود من جوه طبعا ومن بره. اما بالنسبة للجزء اللي في النص فانا تقريبا لونت باللون البني نص المسافة، وكمان حتة الحجارة اللي فوق. بعد كده هكمل الباقي كله باللون الفاتح. وبعد ما الالوان نشفت استخدمت برضو لون غامق شوية عشان اخترت كده بعض الحجارة في اللون الفاتح، ولونتهم باللون الغامق عشان نعمل تنوع. هنسيب ده بقى كله ينشف. بعد ما نشف ده كان الشكل بتاعه. طبعا محتاجين بقى نسد الفراغات اللي هي ما بين الحجارة لأن شكلها كده مش واقعي، عشان كده هستخدم اللي هو معجون الخشب الجاهز. هستخدمه وابدأ ألايس كده مكان بمكان، يعني مش هينفع أعمل القطعة كلها مع بعضها عشان ما ينشفش مننا. أضغط كده لحد ما أملى الفراغات اللي موجودة كلها، وبمنديل يكون ناشف هبدأ أمسح الأجزاء الزيادة اللي موجودة دي. طبعا هنا المنديل بيمسح الأجزاء اللي بره بس، هيسيب الأجزاء اللي موجودة في الشقوق. المسح طبعا بيكون صعب وبنحتاج نغير المنديل كذا مرة. همسح مرة في مرة، وفي الآخر هبل المنديل شوية مية وأبدأ أمسح تاني لحد ما اللون اللي عندنا يظهر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هكرر بقى الخطوة في كل مكان زي ما انتوا شايفين كده، بمسح بالمنديل وبعد كده بغير أو بلفه على اتجاه تاني ما يكونش فيه معجون، وأمسح تاني وتالت لحد ما نوصل للنتيجة المرضية بالنسبة لنا. ببله كده مية في الآخر وبعدين بمسح بقى كل طوبة لوحدها. يعني الموضوع بسيط يعني مش حاجة صعبة خالص. هكمل طبعا كل الأماكن برضو واسيبها تنشف. بعد كده عملت أرضية برضو، قطعة من الفلين السميك عليه قطعة من الفوم بتاعنا، وقطعتها بالمقاس اللي انتوا شايفينه ده على قد الحيطة. هلونها بلون رمادي مضاف عليه غير أبيض برضو. بعد ما ينشف تماما هعمل دراي براشنج تشبيحة كده بلون أبيض أو رمادي فاتح، مجرد بس إنها بتظهر التفاصيل شوية. وهلزق القطعتين في بعض بالشمع عشان أعمل بقى تأثير العوامل الجوية. هستخدم لون أكريليك بني مضاف عليه مية، متخفف بالمية بشكل كبير. وبعد كده هبدأ ألون أجزاء من الحيطة وأمسح الزيادات كلها قبل ما اللون ينشف. طبعا ده بقى بيديلنا يعني بيوسخ كده الشغل، يحسسك إن هو فيه عوامل جوية وحاجات زي كده. هتشوفوا دلوقتي الفرق ما بين الجزء اللي عملناه والجزء اللي هو لسه. طبعا لسه بعد ما ينشف كمان هيبان واقعي اكتر. بعد ما عملت الطبقه الاولى غمقت اللون بشويه اسود، وبعد كده ضفته على الاجزاء اللي تحت، عاده بيكون فيها اتربه وبتكون معرضه لتاثير العوامل الجويه اكتر بشويه. وبرضه عملت الارضيه زي ما انتم شايفين كده، هتلاقوني سايب الارضيه في الزوايا لونها اغمق شويه كالعاده، يعني بتكون اماكن تجمع الميه وحاجات زي كده. وكمان هستخدم الفرشه الرفيعه دي وبنفس الغسول بتاع الاكريليك ده هعمل خطوط. دي بتشابه الخطوط بتاعت بقى نزول مية المطر، هتلاقوها على الحيطان والجدران حواليكم في كل مكان. بعدين استخدمت غيرة أبيض وحطيت فيه الزوايا، وهستخدم حصى وطوب صغير كده من الشوارع، هضيف شوية كده في الزوايا، يعني بنحاول إن الموضوع يكون واقعي أكتر. بعدين خدت حتة من الفوم قطعتها بالمقاس اللي انتوا شايفينه ده،
وبعدين هاستخدم كمان معاها قطع من الخشب مقصوصة بنفس العرض، هلزقهم جنب بعض. أنا هنا باعمل عربية عشان تشيل الشنط. وكمان هاستخدم اللي هو الفلين الطري ده، الفوم الإيفا فوم، اسمه إيفا فوم. هقطع منه شريط بالعرض تقريبا نص سنتي، وبعدين هلزقه على الحروف بتاعة الشكل اللي عملناه قبل كده، وطبعا أقص الزيادة. وكمان هاستخدم الشماعة المعدن اللي انتوا عارفينها دي، أكيد أظن كلكم عارفينها. أعمل منها الشكل ده كده، وبعدين هضغط بيها على الخشبة اللي قدام عشان آخد العرض بتاعها. وهستخدم الهاند دريل وأعمل فتحتين عشان أثبت فيهم الإيد اللي احنا عملناها المعدن دي. عاوز أفكركم بس اللي حس إن الفيديو مفيد بالنسبة له ما ينساش اللايك. كمان هستخدم الكرتون اللي هو سمك 1 مللي، ده باقي من المشروع اللي فات، مشروع المشربية. اتفرجوا عليه، هتلاقوا اللينك في الجنب، هيعجبكم جدا. المهم قطعت الأشكال اللي انتوا شايفينها دي، شكل بسيط خالص، وعملت فيه فتحات. ثبت 4 تحت عشان نحط فيهم العجل. وبعد ما بثبته بسقسقه كده بالسوبر جلو عشان الكرتون ده يبقى قوي. بعدين هستخدم خلة سنان وشوية زراير موجودة نفس المقاس طبعا الزراير. هقص خلة السنان على المقاس المظبوط. وبعدين هستخدم السوبر جلو مع الباكنج صودا عشان ألزقهم في بعض. بحط نقطة كده من السوبر جلو على الطرف بتاع خلة السنان، وبعدين بلزقها وبحط شوية من الباكنج صودا، هيلزقوا ببعض بالشكل ده. بأي طريقة تانية هيبقى صعب نلزقهم في بعض. بعد كده هدخل العجلة من ناحية، وهلزق الناحية التانية الزرار التاني. وعشان اسد الفتحات بتاعة الزرار بحط نقطة من السوبر جلو عليها شوية من الباكنج صودا، بتنشف وبتسد لي الفتحات عشان يبقى شكلها احسن شوية، يعني ما يبقاش باين ان هو زرار. طبعا هعمل العجلة التانية برضو بنفس الطريقة، وهبدأ الون كل ده بلون اسود اكريليك مضاف عليه غير ابيض، واسيبه ينشف تماما. طبعا هلون كل جزء. بعد كده بالنسبة للخشب بقى هلونه بلون بني فاتح، انا اخففه بالمية عشان يعمل لي تأثير كده للخشب. هيصبغ الخشب بدرجات مش متساوية ويبان الأسود من تحته، فيعمل لي تأثير كده للخشب بسيط. احنا طبعا لوننا الخشب بكذا طريقة في القناة. بعد كده هستخدم اللون ميتاليك فضي، وهعمل بيه دراي براجنج، تشبيحة كده لبقية القطع بتاعة العربية، على أساس إن هي معمولة من الحديد عشان ده يكون الشكل النهائي بتاعها. ندخل بقى على الشنط. هستخدم الإيفا فوم اللي هو السميك شوية، سمك تقريبا 1 سنتي. بعد كده قطعت الأشكال اللي انتوا شايفينها دي، هعمل منها صندوق بالسوبر جلو، بيلزق كويس جدا جدا في بعضه. كون أول قطعة من الصندوق، وهعمل قطعتين بنفس الحجم، وبعدين هلزقهم في بعض. بعد كده هستخدم قلم رصاص عشان أعمل الشكل بتاع الخشب. طبعا بننحت على الفوم ده بسهولة جدا. أنا اتكلمت عن التكنيك ده بشكل مفصل في الفيديو بتاع مطعم سلطع برجر، هتلاقوا اللينك بتاعه في الجنب، اتفرجوا عليه برضه هيعجبكم إن شاء الله. ده الشكل بتاعه. هلون بقى بلون بني، أي درجة من البني عادي. طبعا الألوان دي اختيارية يعني. بعد ما نشفت أعمل تشبيحة كده بلون رمادي على أساس إنه خشب قديم وكده يعني. وبعدين شبحت بلون تاني، عملت دراي براشنج بلون أبيض. بعد كده هستخدم ورقة عادية وهلون جزء منها باللون الأسود. وبعد ما نشف تماما هستخدم المشرط وأقطع منه شرايط رفيعة. هستخدم الشرايط دي زي اللي هو الأحزمة بتاعة الشنط. على طرف خلة كده هستخدم الغيرة الأبيض، وبعدين أحطها في المكان وألزق فيها الشرايط دي. ألف واحد الناحية دي، وبرضه الناحية التانية هعمل واحد تاني. وهعمل كمان شوية اكسسوارات كده بنفس الطريقة. وكمان هعمل مقبض للشنطة بنفس الطريقة. وأخيرا هستخدم لون ذهبي ميتاليك، وأبدأ ألون الحروف بتاعت الشنطة زي المعدن اللي كان بيبقى في الشنط بتاعت زمان دي. يكون في حتت معدن عشان تحفظ الجوانب أو الزوايا يعني.
هاعملها في كل الزوايا عشان يكون ده شكل الشنطة النهائي. كمان عملت الشنطة الصغيرة دي بنفس الطريقة بس بشكل مختلف شوية. قبل ما نكمل الإكسسوارات بتاعتنا هاضبّط الحروف بتاعة الديورama، عادةً باعمل الحاجات دي من الخشب، بس أنا متأكد إن الخشب مش هيبقى متاح عند الكل عندكم، وبيحتاج منشار وبيحتاج مجهود ومكان عشان يتعمل، فالمرة دي هاعمله لكم المعجون. المعجون اختيار سهل وبسيط ومتاح. باستخدم المعجون كده وباقفّل كل الحروف بتاعة الديورama وبعدين باسيبه ينشف تمامًا، وبعد ما ينشف هالوّنه باللون الأسود. ممكن أحتاج طبقة أو 2 من اللون الأسود وأسيبهم ينشفوا تمامًا. بعدين هاستخدم الورقة القديمة دي، أنا ملونها بالنسكافيه، أنا استخدمت الورقة دي قبل كده في الديورامة بتاعة المكتبة، هتلاقوا اللينك بتاع الفيديو في الجنب، فيديو حلو أوي هيعجبكم. قطعت منها طبعًا قطع صغيرة، قطع على أساس إن هي ورقة كده مرمية على الأرض، وكمان عملت اليافطة دي مكتوب عليها اسم الرصيف، دي حتة من الكرتونة بتاعة السوبر جلو لونتها وبعدين هالزقها مكانها. بعد كده هنحط بقى العربية مكانها، طبعًا أنا هنا بالزق حاجات بالسوبر جلو وحاجات بالغيار الأبيض على حسب يعني. بعدين هاحط الشنطة الكبيرة وفوقيها الشنطة الصغيرة، وهنا دي عصاية سحرية صغيرة أوي عملتها من خلة السنان، عصاية هاري بوتر. أنا طبعًا عملت العصيان الكبيرة قبل كده، الفيديو عندكم في الجنب هنا هيعجبكم إن شاء الله. وكمان قطعة الورقة التانية هالفها كده على خلة سنان والزقها مكانها. وطبعًا التصميم مش هيكتمل من غير القفص بتاع العصافير أو البومة أو الفار أو أيًا كان الحيوان اللي بياخدوه معاهم. أنا عملت القفص ده من سلوك وغطا إزازة مَيّة، وكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده. اللي عجبه الفيديو ما ينساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتتفرجوا على المحتوى القديم إن شاء الله هيعجبكم وتستفيدوا منه جدًا. ما تنسوش تعملوا شير مع أصحابكم اللي بيحبوا يتعلموا النوع ده من الأعمال الفنية، إن شاء الله لسه عندنا أعمال كتيرة جدًا هتعجبكم. أسيبكم مع النتيجة النهائية، سلام.